السلام على الأمة التونسية وعليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إشكال في فكرنا السياسي الحالي، هو أنه الدولة التونسية هي دولة 1956. ثم فكرة عند عموم الناشطين السياسيين وعموم المسيسين، يمكن حتى عموم الشعب، أنه الدولة التونسية الحالية اللي نحن عايشين ضمن إطارها هي بنت 1956، بنت 20 مارس 1956. وهذه فكرة غالطة جذريا، غلطة على الاخر، غلطة من كل النواحي. لأنه فيها فكرة غلطة على الاستعمار الفرنسي، لأنه هذه الفكرة تتبنى أنه الاستعمار الفرنسي هو اللي بنى الدولة ما بين 1881 و 1800 و 1956، والاستقلال نحى الدولة هذيك وعمل دولة جديدة، وهذا غلط. الاستعمار الفرنسي لم يبني دولة. الاستعمار الفرنسي خذا الدولة التونسية كيف ما هي، لم يغير فيها شيئا، من الباي للشيخ، للكاهية، للخليفة، للعامل، للقايد. كل المناصب والمسؤوليات والخطط والمؤسسات اللي كانت موجودة عام 1881، عام في 11 ماي 1881، قعدت موجودة لحتى 20 مارس 1956. الدولة هي بيدها. فرنسا لم تلغي الدولة التونسية من البداية. في كل الاتفاقيات، في كل القوانين، السياسة الاستعمارية الفرنسية لم تلغي الدولة التونسية. السياسة الاستعمارية الفرنسية سيطرت على الدولة التونسية، اخترقتها وطوعتها لمصالحها الاستعمارية. فالقانون ما كانش يصدر باسم الجمهورية الفرنسية، القانون كان يصدر باسم البي، أمر عليه باسم البي. المؤسسات اللي كانت موجودة هي بيدها الديوان تاع البي، الحكومة والوزراء. في هذه الحكومة والوزراء ثم مناصب فرنسية. في وسط الحكومة التونسية عملوا الفرنسيس منصب اختراق اسمه كاتب العام للحكومة. هذا الكاتب العام هو اللي يؤشر على جميع القرارات تاع الحكومة. ثم وزير فرنسي اسمه الوزير المقيم العام. المقيم العام في تونس، هذا الوزير المقيم العام في تونس يعينه البي وزيرا للخارجية، ويعين البي القائد العام لجيش الاحتلال كوزيرا للدفاع. المسؤوليات موجودة عند الدولة التونسية، لكن الفرنسيس خذوا أجزاء منها وسيطروا على الدولة التونسية وعملوا جهاز مراقب للدولة التونسية، جهاز موازي للدولة التونسية. أشهر منصب فيه هو منصب المراقب العام، اللي يتابع مسار الدولة التونسية ويتحكم فيه. 1956 الاستقلال ألغى الجزء الفرنسي، ألغى المراقب العام، ألغى الوزير المقيم العام، ألغى المناصب الفرنسية. وثم مناصب فنيه او مناصب تقنيه فرنسيه، كيف المهندسين، كيف الاداره، الوزاره تاع الاشغال، كيف وزاره الصحه. من الوزارات الجديده اللي احدثها الفرنسيون في تونس خذوها توانسه. هذا مسار الاستقلال، هو استقلال الدوله التونسيه، استقلال الدوله التونسيه على الدوله الفرنسيه، مش تاسيس دوله جديده. لذلك نحن نعيش في اطار الدوله التونسيه هي بيدها بتاع 1881، لكن هذه الدوله تتطور بظروف داخلية وخارجية. هذه الدولة تتطور للأحسن أو للأسوأ. هذه الدولة تتطور، تزاد لها حاجات جدد، تنحى منها حاجات جدد، مسؤوليات معينة تبدلت. مثلا بعد 1956 التنظيم الإداري في تونس تبدل، ثم المناصب الإدارية القبلية ألغيت، ولت كل المناصب الإدارية مناصب ترابية. اللي كان ثم قايد بتاع منطقه ترابيه وثم قايد بتاع قبيله مثلا، الغيت المناصب الاداريه القبليه. الوضعيات اللي كانت موجوده في القرن 19 في جزء منها تدار بطرق معينه وديرت بطرق جديده. وقع استيحاء اساليب اداريه وقوانين من فرنسا او من غيرها من الدول، وخاصه من فرنسا، في تطوير الدوله التونسيه، مش لتأسيس الدولة التونسية الجديدة. لذلك دولة 56 هي بيدها دولة 1881 مع الإضافات ومع التطويرات اللي هي بيد. معناها الدولة كجهاز يحكم في المجال الجغرافي والبشري التونسي كيف أي الأجهزة في العالم تحدث عليه طوارئ، تجيه أحداث، تجيه نوازل، فقطاع من الجهاز ذاك تتغير، ثم طريقة التحكم في هذا الجهاز تتغير، ثم طريقة تصرف في الجهاز تتغير، طريقة عمل الجهاز تتغير، لكن الجهاز هو بيته. وهذا الجهاز ماهوش ولد 1956 وماهوش ولد 1881 وماهوش ولد 1705. هذا الجهاز بدأ تأسيسه مع 670. الدولة التونسية الحالية تأسيسها يعود ل 670 مع تأسيس مدينة القيروان وأحداث ولاية إفريقيا العربية.
الدول السابقة اللي مرت على الدولة التونسية تدمرت تماما من راسها لساسها، تدمرت تماما، كل أجهزتها وتنظيماتها وسياساتها والأشخاص اللي كانوا فيها وقع إزاحتهم تماما. عام 670 وقت اللي عقبة بن نافع أسس مدينة القيروان وبنى القيروان، بنى الدولة من البداية، لم يقع حتى الاستعانة بالأعوان البيزنطيين السابقين. إزاحة تامة للجميع، الدولة تكونت من البداية على المستوى المدني وعلى المستوى العسكري وحتى على المستوى الفكري والمستوى الديني والمستوى الثقافي، كل شيء تعمل من البداية. كل التاريخ بتاع المنطقة بتاع شمال افريقيا كان وقتها في إعادة تأسيس جديد. عام 670 تأسست النواة بتاع الدولة الأولى، ولنكونوا واضحين لو لازم النقطة هذه ننتهي مع الآخر نحطوها فخر. فكرة استقلال تونس على الشرق وعلى الخلافات العربية راي في اللحظات هذيك بدأت تفكر. فأول محاولة للاستقلال صارت عام 755 ميلادي من طرف شكون؟ الوالي عبد الرحمن بن حبيب الفهري حفيد عقبة بن نافع. الفهريين هم أول من فكر في استقلال تونس على الحاضرة بتاع الخلافة في بغداد وفي عهد جعفر المنصور تحديدا، لكن محاولاتهم فشلت. من بعد نجحوا الأغالبة في فرض استقلال معين. مش تكونوا متفاهمين، هذه الدولة تأسست عام 700 يا ربي عام 670 بدأ التأسيس بتاعها كولاية، لكن التنظيم بتاعها الكل وفكرة استقلالها وفكرة مصيرها المختلف بدأت في العصر ذاك، ومن نفس العائلة الفهرية، وبدأت تتطور الدولة ذيك، بدأت تتطور، بدأت تعمل مؤسساتها بكلها. لكن يصير لها أول عملية تكسير، أول عملية اختراق أو أول عملية تدمير. الدولة هذيك صار لها عملية تدمير أولي. التدمير الأولاني صار عام 909 ميلادي وقت اللي جو الإسماعيلية الفاطميين. كي جو الإسماعيلية الفاطميين شنو عملوا؟ سحبوا الأفارقة أجدادنا التوانسة، سحبوهم من الدولة، المناصب أزيحوا تماما منها، أزيحوا من كل المناصب تقريبا، أزيحوا من الحكومة، أزيحوا من القضاء، أزيحوا من المالية، أزيحوا من الإدارة، وخاصة أزيحوا من الجيش. ووقع تعويضهم بالسلاف ما يسمى بالعبيد السقالبة في درجة أولى، وثانيا وقع تعبيدهم بأبناء القبائل اللي تعيش في الغرب، قبائل كتامة أولا وقبائل صنهاجة ثانيا. لكن في المناصب الحساسة الكل والهامة الكل، وخاصة في المناصب القريبة من مركز السلطة، كانوا السلاف هم المسيطرين. هذا التدمير الأولاني اللي صار باش يصير رحلة إعادة تونس وافتكاك تلك الدولة، فافتكاك ذا الجهاز باش تصير رحلة طويلة جدا، وين باش يصير صراع دائما مع النخب الحاكمة. عامة الشعب أجدادنا اللي ولوا هما تو التوانسة الحاليين، هذوكم عملوا رحلة كلبة باش كل مرة يفكوا منصب، رحلة طويلة جدا لافتكاك تلك الدولة اللي تعرضت للتكسير الأولاني عام 909 ميلادي. التكسير الثاني عام 1050 ميلادي في غزوة قبائل بني هلال، اللي عمليا فتقت الدولة مع بعضها وردت تونس ممالك صغيرة، دويلات، كل مدينة تقريبا ولت هي دولة وحدها، واللي خلت الدولة اللي تفتت من بعضها تتعرض للغزو النورماني اللي احتل الساحل ما بين المهدية وصفاقس. التكسير الثاني سيكون 1050 ميلادي. التكسير الثالث باش يكون عام 1167 يا ربي و67 ميلادي مع الموحدين المغاربه الموحدين باش يجوا وباش يفرضوا منظومه كامله من الناحيه السياسيه، من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفقهيه. باش نكونوا متفاهمين في نقطه، التكسير بتاع الدوله ما يصيرش عمل سياسي بحت، يصير دائما عمل سياسي وفكري. فالتكسيره بتاع الاسماعيليه ما كانتش من الناحيه السياسيه كهو، فكان المنصب من الاغالبه تحويل المنصب الى الاسماعيليين، ولا من زياده الله الاغلبي الثالث الى عبيد الله المهدي. لا، ثم مستوى فكري كامل، ثم مستوى فكري كامل ديني وسياسي، لانه الاسماعيليه جايبين عقيده كامله مختلفه، وهذا المستوى الفكري الكامل سيتحول طبيعي جدا للمستوى الاعلامي والمستوى الثقافي، وبتصير حتى مشكلة على المستوى الاجتماعي. المجتمع يا ربي بيتكون طائفة اسمها الشيعة وتصير معهم حرب بعض. نفس الأمر باش يصير مع غزوة بني هلال، ثم مكون بشري جديد باش يدخل وباش يغير نمط الحياة تماما على المستوى الاقتصادي، على المستوى المجتمعي، على المستوى الاجتماعي، وحتى على المستوى الثقافي والمستوى الفكري. جزء كبير من الأفارقة وقتها اللي هم أجدادنا التوانسة تو
في افكارهم باش تتبدل، نمط حياتهم باش تتبدل، طريقه تحديثهم باش تتبدل. التعريب وصل للحد الاقصى معناها مع بني هلال. نفس الامر باش يجي مع الموحدين، مش مجرد حكام جدد، لا، باش يجيبوا عقيده الموحدين، عقيده هامه على الاخر. معناها العقيده بتاع الموحدين اللي هي كانت عقيده اصلا ونظره معينه للدين الاسلامي، تعتبر انه مثلا المهدي بن طمارت معصوم من الخطا وكانه شبه نبي هو المهدي المنتظر. وكان ثم حزب اللي هو حزب الموحدين اللي باش يكون ثم مجلس معين يحيط بالحاكم. ثم تغير كامل باش يكون على المستوى السياسي، على المستوى الاداري. الموحدين باش يجيبوا منظومه خاصه بتاع اداره بتاع الدوله، وحتى منظومتهم الخاصه حتى القضاء اللي باش ينتج عليها العرش الحفصي من بعد. معناها هذه باش يكون التكسيره الثالثه في الدوله التونسيه، ونجم نقولوا التشوه الثالث اللي باش يصير في الدوله التونسيه، وتقعد من بعد رحله الافرقه او التونسه. التشوه الرابع اللي باش يصير في حياه الدوله التونسيه هو فتره الصراع الاسباني التركي من 1535 ل 1574. باش يكون ثم تشوه رابع. التشوه الرابع طبيعي جدا باش يجيب حاجه تغيير كامله من الناحيه الفكريه، لانه كانوا الناس يخزروا السلاطين الحفصيين كخلفاء، وكانت خلافه المستنصر الحفصي اعلن كخليفه وبويع في مكه المكرمه 1258. حتى من الناحيه الفكريه باش تغيير الاتراك يفكروا بطريقه مختلفه، ومذهبهم مذهب حنفي، باش يجيبوا اساليب معينه في الحياه وطرق معينه في بناء المساجد. وطبيعي جدا الاتراك باش يجيبوا عنصر بشري جديد اللي هم الاتراك والموالي بتاع الاتراك اللي هم سكان اوروبا الشرقيه، يا اما اليونانيين يا اما الالبان او البوسنيين، خاصه الثلاثي هذا. والثلاثي هذا باش تنتج لنا معناها تركيبه بشريه جديده. طبيعي جدا ثم مناصب معينه ستخصص لعناصر جديده، مناصب سواء في الجيش سواء في الحكومه وسواء في القضاء. 1574 باش تصير التكسيره الخامسه واخير تكسيره في تاريخ تونس اللي هي 1881. وهذه كانت تكسيره في العمق، للمره الاولانيه اللي باش يصير تشوه روحي. التكسيره الخامسه اللي باش تنتج عليها او كردة فعل عليها باش تنتج الدوله، باش تنتج التطورات السياسيه والاداريه والقانونيه والمجتمعيه في الدوله التونسيه حاليا. الدوله هي بيدها نجم نعتبروا انه الدوله كيف البشر اللي يتعدى بمجموعه من الصدمات في حياته، وبعد كل صدمه يصير فيه تحولات في شخصيته، تنجم تكون تحولات في بدنه. الدوله بدها تتاسس او تتولد ما بينات 670 وما بينات 800 ميلادي، مع الأغالبة واستقلالهم التام من الناحية السياسية العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية وغيره على الدولة الموجودة في بغداد. من 670 ل 800 هي الولادة، كيف التكون الشخصية بتاع الدولة. من 800 إلى 2024 إلى هذه اللحظة هي حياة الدولة التونسية الممتدة. الدولة التونسية مرت بالصدمة الأولى على كل المستويات عام 909، الصدمة الثانية كانت عام 1050، الصدمة الثالثة 1167، الصدمة الرابعة ما بين 1535 و 1574 نجم نقولوا 1535، الصدمة الخامسة تكون عام 1881. هذوما 5 صدمات في الأثناء. راه ثم ممارسات نجموا نرجعوا 1000 سنة باش نلقوا ممارسات معينة. ناخذ مثال معين. ظاهرة معينة كيف الخماسة نزلت كي وفات تو في تونس، يمكن 40 سنة 50 سنة التالي وين وفات معناها ظهرت الخماسة، ويقال انه مجموعة من البقايا قاعدة يمكنش للتسعينات. ظهرت الخماسة اللي هي ظاهرة اقتصادية اجتماعية وعندها جوانب قانوني، وتقننت في قانون الفلاحة مع خالد الدين باشا في 1874. موجودة ظاهرة الخماسة من القرن التاسع ميلادي، ووقع النقاش فيها في الفقه المالكي في عهد سحنون بوسعيد. ناخذ مثال معين. اللزمة اللي ما زالت معتمدة في الدولة التونسية حاليا، ما زالت معتمدة اللزمة ترجع لقرون مضت، ويمكن ترجع حتى العهد الحفصي كأسلوب جبالي في إدارة الموارد تاع الدولة. ثم مثلا عقود استغلال أحد الثروات في تونس. مثلا نحن تويك في تونس نحكوا على العقود اللي تجيب بموجبها شركات أجنبية تستغل البترول أو تستغل الغاز. في القرن 13 ميلادي والقرن 14 ميلادي في العهد الحفصي كانت ثم عقود يجوا بموجبها الإيطاليين ياخذوا لزمات لسيد الطن مثلا في سيدي داود.
ثم عقود كانت عند الإيطاليين وعند الفرنسيين لصيد المرجان في طبرق. ترجع لقرون 300 و400 و500 عام مثلا. ثم ممارسات تنجم تكون في الإدارة في أحد مناطق في الإدارة راهي تنجم ترجع لقرون سلفت. ماهيش بنت اللحظة الدولة راهي تراكمات فوق بعضها، كيف الشخصية بتاع البشر، كيف البناء، كيف البنية بتاع دار تتبنى على أرض معينة، تحط العروس، تحط الأسس نسميه نحن بالبازات، تبني فوق منهم الميدة، وبعد تحط العروس، ومن بعد تبني سقف وتنظم بيوت ويطلع طاق فوق طاق طاق فوق طاق، والدار هذيك يصير لها مجموعة من المشاكل، يا يصير فيها تسرب بتاع ماء، يا يصير فيها تغيير في البيوت، يا تدهم فيها كهرباء في يوم من الأيام، يا تصير فيها مشكلة من المشاكل تصير الدار هذيك، وبعد المشكلة هذيك تصير معالجات معينة وتصير حكايات معينة وتصير تطورات معينة. الدولة التونسية هي بناء فيه طبقات 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 تراكمات طبقات. هذا البناء تعرض إلى 5 صدمات، وبعد كل صدمة رعاية هذه الدولة باللغة الحديثة أو باللغة الأوروبية مواطنو هذه الدولة، أبناء هذه الدولة، أعضاء هذه الدولة اللي هم الأفارقة قبل التونسيين حاليا، كانوا يحاولون إعادة البناء ويحاولون الإصلاح، وخاصة يحاولون استرجاع دولتهم، استرجاع منزلهم، استرجاع الجهاز الذي يتحكم في حياتهم من يد الأغراب. جزء من هؤلاء الأغراب ولوا بطبيعتهم جزء من الشعب التونسي، جزء من الأمة التونسية، اندمجوا، وجزء كبير من هؤلاء الأغراب ما نجموش يندمجوا، خرجوا مثلا كيف الفرنسيس ما نجموش يندمجوا، الإيطاليين والمالطية وخرجوا. جزء أساسي من الغزاة بتاع تونس ما نجموش يندمجوا وتواجهوا في المقاومة، في الآخر نجموش يسيطروا على الدولة وخرجوا، لكن ثم أجزاء اندمجت ودخلت في المجتمع التونسي وتتونست ولت تونسية أكثر من التوانسة بيدو. فهذه الرحلة بتاع الدولة التونسية هذه لازم نفهموها ونحللوا على أساسها الدولة، ونحللوا على أساسها الشخصية السياسية التونسية أو العقلية السياسية التونسية، ومنها هي لازم نستفادوا من الأخطاء، ومنها هي لازم نفهموا علاش احنا في الوضع هذا من طول تلك الرحلة. مش انه نقولوا ان الدولة التونسية تأسست عام 56، راهي فكرة غبية وكارثية انه الدولة التونسية تأسست عام 56. هذا يعني انه نحن ما كناش أمة قبل ما يجوا الفرنسيس، هذا يعني انه نحن كنا مجرد سكان اصليين كيف ما في امريكا الجنوبية او كيف ما افريقيا جنوب الصحراء او كيف في قارة اوقيانوسيا. غاديك الدول تأسست لأول مرة، لأنه الأرض كانوا ساكنيها مجموعة من القبائل، مجموعة من السكان الأصليين، ما ثم حتى دولة تجمعها، ما ثم حتى هوية، ما ثم حتى انتماء، مجموعة من السكان الأصليين قبائل شبه متوحشة، أو تنجم تكون منظمة لدرجة معينة أما هيش دولة. هذيك الدول تأسست حديث، هذيك في طور التأسيس، لكن تونس كانت موجودة قبل فرنسا، وكانت موجودة قبل ما يجوا الأتراك، وكانت موجودة قبل ما يجوا النورمان. تونس السياسية معناها الدولة التونسية الحالية بدأت في 670. قبل الدولة التونسية الحالية كانوا ثم دول أخرى، كانوا ثم على الأقل 2 دول، الدولة اللي أسسوها الوندار والدولة اللي أسسوها القرطاجية، ثم 2 دول، لكن تلك الدول هذوك 2 تدمروا تماما، بقاياهم انتهت، مؤسساتهم السياسية والإدارية والقضائية والعسكرية والمالية والثقافة اللي كانت موجودة انتهت، لن توجد. نحن تو نتعرفوا عليهم من خلال قراءة التاريخ، معناها كأنها بنية قديمة وقع تحطيمها تماما وللأنقاض، تنحت حتى الأسس بتاعها، ومن بعد أسست في بلاصتها واحدة جديدة. الدولة هذه الحالية التونسية ماهيش جديدة أبدا، ماهيش بنت اللحظة، ماهيش بنت 56، ماهيش بنت 1881، ماهيش بنت 1705، ماهيش بنت 1574، بنت فترة 670 800 ميلادي، بنت اللحظة هذيك، ومن بعد قاعدة تتطور مع الصدمات، مع الغزوات، مع التفاعل مع العالم، مع التفاعل مع روحها، قاعدة تتطور. افهموا، عندكم دولة عمرها فوق 1000 عام، عمرها فوق 1000 عام. الدولة هذه بالذات اللي نحن عايشين في إطارها عمرها فوق 1000 عام، ونحن لازم نفهموها. ثم اختراقات في الدولة التونسية، اختراقات عاملينها الأجانب، وتأثيرات عاملينها الأجانب، وحاجات فاكينها الأجانب منها، وتخلف وضعف لهذه الدولة التونسية موجود يمكن من العهد الصنهاجي. ثم نقاط ضعف في الدولة التونسية. ناخذ مثال، نحن ضعاف على المستوى بتاع البحرية من العهد الصنهاجي. نحن نعاني من مشكلة على مستوى البحرية،
من العهد الحفصي، ونحن نعاني من مشكلة على مستوى الأسلحة النارية. عمليا التجنيد التوانسة تماما في الجيش قعد رحلة طويلة من العهد الأغلبي إلى العهد الحسيني، معناه موقع التجنيد العام للتوانسة في الجيش التام ما ولا رسمي من العهد الأغلبي، تنحى مع الفاطميين، خاطر الفاطميين أزاحوا التوانسة من الجيش، ما رجعوا التوانسة تجنيد عام كامل إلا في القرن 19 مع أحمد بي وبلقو. ما رجعوا التوانسة رجعوا التجنيد العام، ما رجعوا التوانسة افتكوا برحلة طويلة الجيش تماما المؤسسة هذيك من الأجانب. وقعدنا لفترة طويلة الدولة تعتمد على المرتزقة الأجانب، الحفصيين اعتمدوا على المرتزقة الأجانب، المرادي والحسيني اعتمدوا على المرتزقة الأجانب في فرق متعددة. ثم فرق أخرى يشاركوا فيها التوانسة، خاصة فرقة الخيال، خاصة الفرسان يشاركوا برشا التوانسة في الفرسان، لكن في المشاة وفي المدفعية وفي النبال كانوا يوقع الاعتماد لحد موقع تجنيد التوانسة إجباريا مع أحمد بيه، كان يقع الاعتماد أساسا على الأجانب. مثلا في برشا حاجات كانوا التوانسة مزاحين، ولذلك عملوا رحلة طويلة لاسترجاع تلك الدولة شيئا فشيئا. فرحلة الاستقلال بتاع التوانسة، رحلة الاستقلال بتاع التوانسة هي رحلة افتكاك دولتهم، ورحلة افتكاك المناصب بتاع الدولة، ورحلة افتكاك القيادات الكاملة بتاع الدولة من الدولة التونسية. لأن ثم مسألة خطيرة تظهر على المستوى الرياضي، تظهر خاصة على المستوى الرياضي، ولكنها موجودة حتى على المستوى الاقتصادي، برشا يخموا فيها، وثم شكون يخموا فيها حتى على المستوى السياسي. هي فكرة الاعتماد على القيادات الأجنبية. في الرياضة يحكوا بس على المدرب الأجنبي واللاعب الأجنبي، تظهر المسألة تافهة، لكن ثم ناس يخموا نفس التخمام ذاك في المجال الاقتصادي، ثم ناس يخموا برشا التخمام ذاك في المجال التعليمي، ثم ناس يخموا برشا التخمام ذاك في المجال السياسي. ولنا نحن نوصلوا الكارثة إذا كنا باش نعطوا القيادات والاستشارات للأجانب أو حتى النشاط للأجانب لأجل تحقيق النجاح، فنحن لن ننجح أبدا. الفكرة هذه غلطة. أحمد بي شلق، أو أحمد بي وبدا قبله حمودة باشا يشلقوا بفكرة إنه الاعتماد على المرتزقة الأتراك أو المرتزقة من شرق الجزائر في الجيش التونسي ما يبنيش قوة عسكرية، ما يبنيش أبدا قوة عسكرية، باش تقعد دائما مرهون عند الأغراب. ما تنجم تبني قوة عسكرية حقيقية إلا ما تجند التوانسة في الجيوش أو في أنواع القتال اللي التوانسة ما يحاربوش فيها، لأن التوانسة ما كانوش يحاربوا المشاة، التوانسة ديما يحبوا يحاربوا فرسانة كاو. لما حمودة باش عمل عملية التجنيد الأولانية في حرب طرابلس، وعمل عملية التجنيد بتاع سوسة اللي تشهرت في ليبيا بعسكر سوس، لكن أحمد بي ردها تجنيد إجباري كامل وعمل جيش مشاة رسمي من التونسيين فقط. أحمد بي أصح فكرة عملها، من أصح الأفكار، أصح فكرة يكون عملها أحمد بي في تاريخ الكون. لأن لازم نفهموا إنه هذه الدولة مش هي مشكلتنا، إنها جهاز قابل للإصلاح. مشكلتنا العقلية التي تدير هذه الدولة بانهزامية، العقلية التي تدير هذه الدولة وهي تتوقع أن طرق الإدارة يجب أن تستورد من الخارج، وهي تتوقع أن السياسات يجب أن تستورد من الخارج، وهي تتوقع أنه على هذه الدولة أن تقلد الدول الأجنبية. الدولة نجم نصلحوها احنا، القطايع اللي فيها اللي تهرات واللي طابت واللي فزت نجموا بدلوهم، اما نحن وقت اللي نفهموها، وقت اللي نفهموا دولتنا، نفهموا كل تفاصيلها، نفهموا كل اداراتها، بكيان ضخم الدولة، كيان ضخم جدا فيه برشا ادارات فيها متشعب. اي دولة في العالم فيها ادارات متشعبة، اي دولة في العالم هي كيان معقد، ما ثماش دولة في العالم فيهاش بيروقراطية، هذا من المستحيل. إلغاء البيروقراطية يعني إلغاء الدولة. كل دولة في العالم فيها إدارة، والإدارة بتاع الدولة رزينة، فيها تعقيدات، هذا لا نقاش فيه، بطبيعتها المسألة كأنها دولة. الجهاز العصبي بتاع البشر معقد، فيه برشا تعقيدات وفيه برشا مشاكل، وأكثر حاجة تقلق هي المشاكل العصبية. التعقيدات بتاع الدولة التونسية لازم نفهموها ولازم نفهم مشكلتها فيه، أما مش نستوردوا قطعة من الخارج. تخيلوا إنه هذه الجهاز بتاع الدولة فيه دواليب، قولوا بولونات باللغة الفرنسية، في دواليب. نحن نحبوا نحو الدولاب التونسي اللي طايب فيه مشكلة ونعوضوه بدولاب فرنساوي ما يمشيش، ما يخدمش، وتصير لنا مشاكل أخرى. يمكن من الأول العجلة تدور، يمكن من الأول يدور، يمكن من الأول نشوفوا نتائج، لكن من بعد تصير كارثة، الماكينة كلها تطيح. مشكلة الدولة التونسية بعد 56 شنو؟ إنها ماهيش تتطور ذاتيا.
بعد 56 حابين نزربوا، حابين نعملوا عصرنا سريعة، حابين نتقدموا. شو عملنا؟ استوردنا دواليب أجنبية أو دواليب مصنوعة في الخارج للدولة التونسية، فما مشيتش معاها وما مشيتش معانا. منظومة الحكم اللي جبناها ما مشيتش معانا، المنظومة الإدارية ما مشيتش معانا. ثم حوايج صحاح، ثم حاجات لازم تتطور، ثم حاجات لازم تتبدل، ثم حاجات لازم تتنحى، ولكن بناء على الحاجات التونسية، بناء على الغاية التونسية، وخاصة بناء على الوعي التونسي. والوعي باش؟ الوعي بالدولة التونسية لازم نكونوا فاهمينها من رأس السلطة، من أعلى رمز السلطة إلى القاعدة بتاع السلطة، سواء على المستوى الإداري أو المالي أو القضائي أو العسكري أو الأمني أو التعليمي أو الإعلامي، لازم نكونوا فاهمينها. الناشطين السياسيين والحزبيين واللي يراو رواحهم كقاده في المستقبل لازم يكونوا فاهمين بنية الدوله التونسيه، فاهمينها مليح مليح، فاهمينها وفاهمين تاريخها وفاهمين مشاكلها. مش يتنطروا على الدوله التونسيه بمقولات وعقائد سياسيه مستورده من الخارج لا تغني من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تعالج، بل تضيف مشاكل جديده. يجب علينا أن نفهم دولتنا إذا كنا نريد إنقاذها، إذا كنا نريد إصلاحها، إذا كنا نريد التقدم بها، وإذا كنا نريد أن نجعلها دولة قوية، فيجب أن نفهمها كي ندرك أين الخلل. وفهم الدولة التونسية لن يكون إلا عبر فهم تاريخها والاطلاع بالطبيعة على قوانينها وعلى خصوصياتها وعلى تراتيبها الإدارية وفهم مؤسساتها، يعني التمكن منها. أن النجاح السياسي والقيادات السياسية الحقيقية يجب أن يبنى على التمكن من الدولة التونسية، التمكن من التاريخ التونسي، التمكن من العقلية السياسية التي تدير الدولة التونسية، والتمكن من فهم الدواليب بتاع الدولة التونسية وتفاصيلها وكيف تعمل الأجهزة. إذا لم نقوم بهذا الأمر، إذا لم نكتسب هذا الوعي، إذا لم نتمكن من هذا الفهم، فلن ننجح أبدا في تكوين قيادات سياسية، فلن ننجح أبدا في التحكم في المستقبل. وهذا اللي باش يخلينا نتيحوا في نفس الغلطة اللي طاحوا فيها في القرن 19 واللي طحنا فيها بعد الاستقلال، واللي طاحوا فيها بعد الاستقلال. شنو هي؟ استيراد النماذج من الخارج، استيراد الأفكار من الخارج، استيراد المقولات من الخارج. اللي تحب تفهم التاريخ تاع تونس، اللي تحب تفهم الدولة التونسية وتجيب حكم من البر حاضر باش الدولة التونسية هذه تبعتها وكذا كذا، واستيراد السياسات اللي تهز لنفس المشاكل أو اللي تدعم المشكلة تعمقها، واللي تهزنا للثنية الغلطة، تهزنا للفشل، تهزنا للخسارة، تهزنا للكوارث، الثورة من جديد، التمردات، الاضطرابات، الاحتياج للخارج، فقدان السيادة وانتهاك السيادة والاستيطان. وبرا عاود من الأول عاود كرر. القومية التونسية، الحزب القومي التونسي ما يحبش يتيح في نفس الأخطاء هذه، لذلك يحب يدرس ويحب يفهم ويحب يناقش الدولة حقيقتها. ولذلك كل مرة الحكاية هذه تتعاود، نحن ننبهوا وقلنا برشا مرات على الدولة ماهيش بنت بورقيبة. بورقيبة كان رئيسا للدولة، كان قائدا للدولة، كان حاكما للدولة، لكن لم يؤسسها ولم يصنعها. هو الدولة خذاها بدل فيها حاجات، هو والحكومة اللي عنده، هو النخبة بتاع حزب الدستور، بدلوا فيها حاجات في الدولة اللي موجودة من قبله هو، واللي موجودة من قبل الفرنسيس، واللي موجودة من قبل الأتراك، واللي موجودة من قبل المغاربة، واللي موجودة من قبل الفاطميين. الدولة اللي أسسها الأولانية موجودة من قبل، اللي أسسها الأولانية بدأت تتعمل عام 670 حتى يمشي لعام 800 وقت اللي ارتكزت أسسها. حتى جزء كبير من البناء، حتى من سلسلة الحصول، تمشي تويك تلقى مثلا رباط سوسة ورباط المستير، قداش تعمل جزء كبير من الحصول وحتى من الحدود وحتى من المراكز الحضارية توجد في المرحلة هذيك. نحن ننتمي إلى دولة لها تاريخ، نحن أعضاء في دولة لها تاريخ، وتاريخ الدولة هو اللي تنجم تفهم منه الأخطاء اللي فيها، واللي تفهم منه المشاكل اللي فيها، واللي تنجم تعالج الدولة من خلال وعيك، من خلال وعيك بتاريخها، من خلال وعيك به. طبيعي جدا لازم تتوفر الإرادة، ولازم تتوفر المهارة، وتتوفر برشا حاجات أخرين. أما من غير التمكن من شرط الفهم ومن شرط الوعي التاريخي بالدولة التونسية لن ننجح في بناء الفكر السياسي التونسي الذي نحتاج. الفكر السياسي التونسي الذي نحتاج يجب أن ينبني على الوعي بالدولة التونسية والوعي بتاريخها الطويل، تاريخها اللي فوق ال1000 عام، تاريخها اللي يقارب 1400 عام. نحكي على الدولة التونسية هذه، مش نحكي على الدول اللي قبل، مش نحكي على الدول اللي قبل اللي تدمرت ومشيت، كيف الدولة بتاع قرطاج أو كيف الدولة بتاع الوندار. في العهد الروماني وفي العهد البيزنطي كانت ثم دولة تونسية، كانت تابعة
يا اما روما يا اما البيزنطة او القسطنطينية. نحكي على الدولة المستقلة. الدولة المستقلة. ولنا ملاحظة، الحسينيين كانت الدولة اسمها تونس والدولة التونسية، وتبعيتهم لتركيا ما هيش موجودة جنب، كانت عندهم علاقة شرفية بالسلطان العثماني، لم يكونوا تابعين لتركيا. تونس ما كانتش تابعة تركيا. غباء تام ان نعتبروا ان تونس عام 1881 في 1100 كانت إيالة عثمانية. غباء، هذا غلط من كل النواحي، من الناحية السياسية العسكرية المالية والإدارية والقانونية. 1861 الدولة عملت قانون روحها اسمه قانون الدولة التونسية. قانون الدولة التونسية. تركيا عملت قانون الدولة التركية في 1876 ما يسمى بالدستور. لو الباقي ماهوش مستقل، لو الباقي كان والي، ما ينجمش يعمل قانون الدولة التونسية، ما يخلوش، راهم يعطوا له جيش. الحاجة اللي ما كانوش ينجموا يعملوها وبينوها لهم البيات 5000 مليون مرة ما ينجموش يعملوها. نفس الأمر كانت مع الأغالبة، نفس الأمر كان مع الحفصيين. متفاهمين؟ نحن نحكوا على دولة مستقلة من الناحية السياسية، القانونية، الإدارية، حتى الفكرية، حتى بالنسبة لمسألة الهوية كانوا مستقلين. التوانسة كانوا مستقلين، كان علمهم الخاص. وصارت مشكلة شهيرة ما بين الوزير يوسف صاحب الطابع والأتراك وقت اللي مشى لتركيا في أواخر القرن 18 على سفينة سويدية، هز العلم بتاع تونس باش ما يغيروش عليه القراصنة. قالوا له تدخل اسطنبول تهبط العلم بتاع تونس وتهز العلم بتاع تركيا. قال لهم لا، يهبط العلم بتاع تونس يتقسط مع راسي، مستحيل يهبط العلم بتاع تونس. قال لهم العلم بتاع دولة مسلمة ما يهبطش. النقطة هذه لازم نفهموها. لم تكن تونس تابعة، كانت ضعيفة، كانت متخلفة، كانت فيها مشاكل، لكنها لم تكن تونس تابعة. يجب أن نفكر في تاريخ تونس وأن ننظر لتاريخ تونس على أساس تونس المستقلة. تونس المستقلة الحالية عندها تاريخ ل 1400 عام بالباهي أو بالخايب اللي فيه، وإصلاحها والتمكن من إصلاحها وبداية الوعي وإرادة بتاع إصلاحها لازم يبنى على فكرة أنها تاريخها بدا قبل 1400 عام، مش بدا عام 1956 واللي هي فكرة استعمارية غبية تدمر وعينا وتخلينا واحلين معاها وتخلي ثم ميولات إلى تدميرها وإلى إلغائها من الوجود. التمكن أساسي في الانتصار. التمكن والفهم والوعي ضرورة سياسية. ما نجمش ننتصروا في المعارك بتاعنا بالانفعال، ما نجمش ننتصروا بالمعارك بتاعنا بالكثرة، ما نجمش ننتصروا في المعارك بتاعنا بالصياح. باش ننتصروا في معاركنا وفي حروبنا عبر الفهم، عبر الوعي والتمكن العقلي. والتمكن العقلي من الدولة، من الاقتصاد، من المجتمع، من الحياة العامة التونسية. كان نلاحظوا مثلا الكتابات بتاع الفرنسيين والكتابات بتاع الأجانب على تونس تلقوها عميقة جدا مقارنة باللي كتبوا التوانسة. السبب انهم يريدون السيطرة. ساعات الأجانب تلقاهم يعرفوا معلومات نحن ما نعرفوهاش، وهذه كارثة. الأجانب يعرفوا معلومات ويعرفوا برشا معلومات خاطر يحبوا يسيطروا علينا. إذا نحن لازم نعرفوا أكثر من الأجانب على تونس، نعرفوا أكثر من الأجانب معلومات على أنفسنا، ولازم نعرفوا تاريخنا في عمقه. تاريخنا في عمقه. الدولة التونسية لها جذور. الدولة التونسية الحالية لها جذور تعود لأكثر من 1400 عام. إذا قلنا أنها عام 1956 فلقد ساندنا الأجانب، ساندنا الأجانب في مسعاهم لاقتلاع هذه الدولة وإلى تدميرها. حكيتها ونعاود نحكيها مليون مرة. قوة الدولة، أمن الدولة الحقيقي موجود في وعي أعضائها، في وعي رعاياها، في وعي سكانها، في وعي المكبشين فيها، في وعي مكوناتها بها، في وعي قاعدتها البشرية. الشعب. إذا الشعب مش واعي بالدولة، إذا الشعب يقول إنه الدولة هذه جديدة توجد عام 56 وإنها قابلة للإلغاء وإنها دولة أحدثها الاستعمار وإنها صنيعة الاستعمار، فستنتهي تلك الدولة. من أخطر الأخطار في تونس من الناحية الفكرية الفكرة الغبية اللي يروجوها أتباع الشرق تاع تونس أحدثها الاستعمار وهي صنيعة الاستعمار، الحدود الذي يعملها الاستعمار، يريدون إلغاء شرعية الدولة التونسية. وهذه من أخطر الأفكار. هذه فكرة في مصلحة أمريكا، في مصلحة فرنسا، في مصلحة الحركة الإسرائيلية، في مصلحة الألمان، في مصلحة كل أعداء تونس. الفكرة هذه إنها فكرة تلغي شرعية الدولة التونسية، تريد أن تبين أو تريد أن تزرع أو توهم التونسيين أن دولتهم هي بنت فرنسا، وقت اللي هذه الدولة هي بنت التونسيين، هي بنت التونسيين، هي بنت دماء التونسيين. هذه الدولة هي بناء تونسي، بناء إفريقي.